بص على علامة الإكس اللي في النص. بعد شوية النقط البنفسجي هتختفي ومخك هيبدأ يشوف نقطة خضراء بتلف مع إنها مش موجودة أصلا. وده المرعب فعلا، إن الحاجة الثابتة والحقيقية بتختفي من وعيك، بس الحاجة الوهمية والمتحركة بتخطف وعيك كله. ودي خدعة بصرية اسمها الليلاك تشيزر. فيها المخ لما النظر يثبت على نقطة معينة بيبدأ يهمل بعض الأجزاء الثابتة. مش بس كده، ده كمان بيطلع لك بدلها لون يكمل الصورة، فتبان لك نقطة خضراء متحركة. لأن المخ لما يثبت على حاجة فترة بيبدأ يهمل الثابت والمألوف ويجري ورا المختلف والمتحرك. وده اللي بيحصل في حياتك بالظبط. الحاجات الحقيقية المهمة الثابتة في حياتك للأسف عقلك بيتعود عليها، زي وجود أهلك عادي، الستر عادي، والصحة عادي، حتى الناس اللي بتحبك عادي. لكن حاجة واحدة ناقصة بس، زي رسالة متأخرة أو نوتيفيكيشن جديدة أو خوف جديد أو شخص متقلب، دول هم اللي هيسرقوا وعيك. وده تعريف العمى النفسي، إن الحقيقي يسكن حياتك لكن الوهم هو اللي يشغل وعيك. والحل هنا إننا نرجع الثابت لوعيك. عشان كده لازم تكتب 3 حاجات موجودين فعلا بس انت بطلت تحس بيهم، زي شخص ثابت أو نعمة ثابتة أو حاجة بتحميك كل يوم. عشان الامتنان مش رفاهية، الامتنان مقاومة ضد اختفاء الحقيقي من وعيك. الخدعة هنا مش بس إنك شفت حاجة مش موجودة، الخدعة إنك فقدت الإحساس بالحاجة اللي موجودة فعلا. وأحيانا أهم ما في حياتك يختفي من شعورك بس عشان ما بقاش ثابت. والنضج الحقيقي مش إنك تجري ورا الحاجة اللي بتلمع، لكن إنك ترجع تشوف اللي بينقذك كل يوم وإنت متعود عليه. ابعت الفيديو ده لأي حد بقى شايف النعم اللي في حياته عادي وبيجري ورا الوهم.